السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن الكيتو والحالة الكيتوزية والكيتونات والاضرار السلبية للاستخدام المفرط للكاربس، والابحاث بتقول ايه في المقارنات اللي اتعملت ما بين الرياضيين اللي كانوا متابعين اللو كارب والرياضيين اللي متابعين الهاي كارب، وشوفنا الفرق ما بينهم وشرحنا كل ده بالتفصيل في الحلقات اللي فاتت. هيجي واحد فهلاوي يقول لي طب ماشي يا عم، انا مقتنع ان انت ممكن تستخدم حمية الكيتو في الرياضة سواء كانت رياضات قصيرة ولا رياضات تحمل، بس انا واحد بتاع ارقام قياسيه، بتاع بطولات، بتاع ميداليات ذهبيه، فهيجي يقول لي انا مش مناسب معايا حميه الكيتو لان انا عايز انافس وعايز اشارك في بطولات واكسبها. طيب ماشي يا اخويا، انا النهارده جايب لكم بطل لسه لحد النهارده معاه ارقام قياسيه ما اتحطمتش، وحقق ارقام قياسيه تانية اتحطمت، وحاليا هو بيتمرن عشان يكسر الارقام القياسيه دي تاني. فتعالوا نشوف مين البطل العالمي ده بعد الفاصل. حلقة النهاردة عن بطل أمريكي متخصص في سباقات الأولترا ماراثون. الأولترا ماراثون ده مختلف عن الأولترا تريل. يعني الأولترا تريل دي سباقات على الجبل، بس الأولترا ماراثون دي سباقات على مستوى سطحي. مش بنتكلم على ماراثون، لا احنا بنتكلم على 50 ميل وطالع، 50 ميل 100 ميل على مستوى سطحي. ال 50 ميل يعني احنا بنتكلم في 80 كيلو. فهي السباقات بتاعته بتتطلب ان انت تخلص السباق في حوالي، يعني احنا بنتكلم في 6-7 ساعات لو هو هيخش ال 50 ميل، ولو هو ال 100 ميل الرقم القياسي بتاعه اللي هو حطمه كان 11 ساعة و19 دقيقة. هو في 2019 حطم الرقم القياسي العالمي في سباق ال 100 ميل اللي هو احنا بنتكلم في 160 كيلو في خلال 11 ساعة و19 دقيقة متواصل. هو كان معاه الرقم القياسي الامريكي لحد النهارده في ال 100 ميل، ولسه معاه كمان الرقم القياسي العالمي في ال 100 ميل على التريد ميل او اللي هي المشاية، والرقم القياسي العالمي بتاع ال 100 ميل اللي هو حطمه في 2019 بعد سنتين في رياضي تاني يحطمه. فهو حاليا بيتدرب عشان يحطم الرقم القياسي تاني او على الاقل يقرب منه. البطل ده اسمه زاك بيتر، هو بطل امريكي متبع حمية الكيتو. حتى في ناس كمان بتقول ان هو قريب للكارنيفور. يعني هو في بودكاست كتيرة قال ان هو في الاسابيع اللي هو ما بيمارسش فيها تمارين قاسية بيتبع حمية قريبة للكارنيفور، لان هو بياكل منتجات حيوانية كتيرة. قال ان هو بياكل اسماك ولحوم حمراء وبيض في معظم الاوقات، ولما بيخش على تمارين او في الاسابيع اللي هو بيحضر فيها الاستباقات وبيبقى فيها تمارين قوية بيزود الكاربس شوية. فهو قال ان هو في الايام العادية استخدامه للكاربس هو عبارة عن 5% من السعرات اللي بياكلها كل يوم، ولما بيزيد التمارين تبقى تمارين شديدة قال ان هو بيزود الكاربس لغاية 20 ل 30% من السعرات اليومية. فاحنا بنتكلم ان هو واحد اصلا قال ان تمارينه في الاسبوع بتوصل ل 135 ميل، احنا بنتكلم في حوالي اكتر من 200 كيلو في الاسبوع. فشوف كمية السعرات اللي هو بيحرقها. فهو كان مضطر ان هو يدخل سعرات كتيرة، فهو كان بيزود سعرات الكاربس لغاية لما توصل ل 20 ل 30%. قال ان هو مرات بيدخل بطاطا وشويه عسل، هي مش من المسموحات، بس احنا لو بصينا عليه هو بيحرق سعرات مهوله. احنا ما نقدرش نوصل لحرق السعرات دي، وما نقدرش نوصل ان احنا نجري كميه الكيلومترات اللي هو بيجريها اسبوعيا. في بودكاست قال ان هو شارك في استادي في سنه 2014. الاستادي دي اسمها فاستر استادي. الاستادي دي هي اللي خلته يبدا او يفكر ان هو ينقل لموضوع الكيتو او يمارس حميه الكيتو كرياضي. الاستادي دي كانت عباره عن، فاكرين الحلقه اللي فاتت لما شرحت ان كان في دراسه ما بين رياضيين ماشيين على اللو كارب ورياضيين مش ماشيين على اللو كارب؟ هو كان بقى في الاستادي دي في 2014 دي واحده من اهم الاستاديز ومن اول الدراسات اللي هي خلت الرياضيين يفكروا ان هم ينقلوا لموضوع حميه اللو كارب. الدراسه كانت عباره عن 10 رياضيين في جروب، 10 رياضيين في مجموعه ثانيه، وخلوا الرياضيين جروب يمشي على اللو كارب لمده 20 شهر وجروب ثاني يمشي على الهاي كارب لمده 20 شهر. وبعد كده عملوا تجربه ان هم يجروا 3 ساعات 180 دقيقه على جهاز المشي عشان يشوفوا الخصائص الايضيه للرياضيين اللي متبعين حميه الكيتو. في الدراسه دي لقوا ان الرياضيين اللي ماشيين على حميه الكيتو كانوا بيحرقوا دهون اكتر من الجروب الثاني بضعف 2.3، وكمان لقوا ان كميه الطاقه اللي استخدمت خلال الثلاث ساعات دول عند الجروب اللي هو اللو كارب كان 80% منه من الدهون، في مقابل 56% من الدهون في الجروب اللي هو كان ماشي على الهاي كارب. المفاجاه ان هم لقوا
لقوا كمان ان مخزن الجلايكوجين اللي هو الصوره اللي بتخزن بيها الجلوكوز في العضلات، لقوا ان هو المخزن متماثل عند الجروبين قبل الدراسه وحتى بعد الثلاث ساعات. يعني حتى كمان المخزن بتاع الجلوكوز ما تاثرش عند الجروب بتاع اللو كارب، لان هو اصلا كان معتمد بنسبه 80% على حرق الدهون. فهو من بعد الدراسة دي قرر ان هو يكمل على حمية اللو كارب، وقال في انترفيو ان هو نومه اتحسن كتير جدا والاستشفاء بتاعه اتحسن كتير جدا. كان برضو شرح ان هو قال ان هو لما كان بينام كان بيقوم 3-4 مرات عشان يدخل الحمام، وبعد ما حول على اللو كارب ما بقاش يقوم خالص، وكان بيقول لك ان هو بقى ينام من 8 ل 9 ساعات متواصل من غير اي انقطاع. فاكرين حلقة ليونيل ساندرز اللي اشتكى برضو من قلة النوم؟ كل الرياضيين المحترفين بيقولوا نفس الكلام. وقال ان هو يعني لما مشي على اللو كارب بقى عنده القدره ان هو يتمرن لساعات طويله، وبقى قدره التحمل بتاعته اعلى. حاجه كمان في الدراسه ان هم لقوا ان الجروب اللي كان ماشي على اللو كارب كان بيحرق كمعدل 1.5 جرام دهون كل دقيقه، في مقابل الجروب الثاني اللي كان ماشي على الهاي كارب كان بيحرق 0.6 جرام لكل دقيقه من الدهون. قال ان في الكليات وفي الكتب القديمه كان دايما يقول لنا ان ما ينفعش حد يوصل او يحرق اكتر من نص جرام دهون في الدقيقه. قال لك ان انا وصلت ل1.5، وما كانش هو احسن واحد في الدراسه. قال لك كان في ناس وصلت 1.8 جرام لكل دقيقه من الدهون كانت بتتحرق. فده حل حلو جدا حتى كمان اللي عايز مش بس كمان يمشي صحي، لا كمان عايز يخس، لان انت لو مشيت كيتو انت دي اسرع طريقه ان انت تخس دهون. اتكلم هو عن استخدام الكاربس، وقال ان معظم الدراسات اللي كانت بتتعمل على الرياضيين وتقول ان استخدام الكاربس هو الحل الوحيد لان انت عايز تمارس رياضه وتحسن من ادائك، قال ان الدراسات دي معظمها كانت على رياضيين محترفين. كميه التمارين اللي هم كانوا بيعملوها في الاسبوع مش زي الانسان العادي او الهاوي اللي بيمارس مثلا بيجري 3-4 مرات في الاسبوع. كميه السعرات اللي هم محتاجينها كانت متناسبه طرديا مع كميه التمارين اللي هي اتعملت. فانت ما ينفعش كانسان عادي ان انت تطبق الكلام ده عليك. في الاخر هو بيحرق كل السعرات دي، حتى لو هو بيحرقها. احنا اتكلمنا قبل كده ان هو كان ممكن كمان صحيا ما يبقاش كويس، بس كأداء ممكن يبقى كويس، بس صحيا لا. تخيل انت بقى تقلده وتستخدم الكاربس بطريقه مفرطه، فده هيأثر عليك صحيا كتير لو كنت تقارن نفسك برياضي محترف. حاجه كمان هو قال ان هو خليك تكون مرن. لو انت ماشي على الكيتو استخدامك للكاربس يوصل ل 5% لو انت بتستخدمه كعلاج، وده فعلا صحيح. ان انت لو عايز تستخدم الكيتو كعلاج عندك مرض مزمن المفروض تبقى قاسي شويه، يعني توصل لغايه 5%. بس هو قال لو انت ما عندكش مشاكل ايضيه وانسان رياضي وجسمك رياضي وحابب تمارس الكيتو في الايام اللي هي تكون التمارين شديده، خليك مرن شويه وممكن توصل ل 20 ل 30% من السعرات تبقى من الكاربس. هو حتى كمان قال ان الكاربس بالنسبه ليه هو عباره عن وقود الصاروخ. قالها كده وقود الصاروخ، لان هو يعني بيبقى ماشي على حرق الدهون وجسمه معتمد تماما على الدهون، بس لما تيجي التمرينه تكون قويه ولا شديده بيعلي السعرات بتاعه الكاربس شويه لغايه 20 ل 30%، على اساس ان هي بتديه دفعه بحيث ان هو يزود اداؤه الرياضي، وفي نفس الوقت هو لسه معتمد على الدهون برضو كمصدر للطاقه. الخلاصه قصه زاك بيتر هي مثال حي لو انت عايز تتبع حميه الكيتو وبرضو تبقى رياضي محترف وتنافس على البطولات، خصوصا لو هي بطولات تحمل ومحتاجه وقت طويل. هو لحد النهارده لسه معاه رقمين قياسيين زي ما قلت قبل كده، وبيحاول كمان ان هو يرجع رقمه القياسي. لو بصيت على حسابه في الانستجرام هتلاقي دلوقتي ان هو بيحضر لسباق 100 ميل قريب هيشارك فيه. وانا حتى كمان تواصلت معاه على الانستجرام وسالته، انا كنت عايز معلومات تفصيليه عن نظامه الغذائي، ورد عليا وقال لي ان هو شرح كل نظامه الغذائي في 4 بودكاست على قناته على اليوتيوب، وبعت لي اللينك. انا هسيب لكم الرابط في اسفل الفيديو. طيب انا كده حاولت ان انا اشرح لكم بشكل نظري كل حاجه عن الكيتو وكل حاجه عن الكيتوزيه واقسام الكيتونات والفرق ما بين الكيتو والكاربس والمشاكل اللي ممكن تحصل لك لو انت استخدمت الكاربس بطريقه مفرطه. حاولت ان انا اشرح لكم بالتفصيل كل حاجه في الفيديو ده والفيديوهات السابقه. من الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله انا هحاول بقى ان انا اوريكم بشكل عملي ازاي انا بمارس الرياضه وانا متابع حميه الكيتو، وهصور لكم فيديوهات من بره اكتر من المكتب. ولو في اي معلومات نظريه احتاجنا ان احنا نقولها بعد كده في المستقبل هنرجع تاني للمكتب وهنشرح لكم كل حاجه بالتفصيل. اشوفكم في فيديو جديد.